أهل الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظات كم نحن ممتنين ومسرورين جدا، وباللهجة السودانية مبسوطين لهذا اللقاء المتواضع. الله أكبر. هذا اللقاء الذي يمثل بوتقة أهل السودان، الوطن الكبير، الوطن الحبيب بكل فصائلنا، في مناطق وحلالات وقرى ودمر وادي باريه ومستريحة وتيتيه. هذه البوتقة نحن نرسلها إلى أهلنا في السودان قاطبة، وإلى الشعب السوداني حكومة وشعبا، أنه هذه هي مرآة أو مراية أهل دارفور. أهلي في السودان، هذه هي مراية أهل دارفور بكل سحناتهم، بكل اسمياتهم وقبائلهم في هذه المنطقة المتواضعة. الآن يقفون هذا الموقف ليقولوا للسودان: نصرا أيها الوطن الحبيب. ليقولوا للسودان: نصرا أيها الوطن الحبيب. وليقولوا للسودان: وطن واحد، جيش واحد، شعب واحد. 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 هذه هي رسالة أهل دارفور لأهلنا في السودان. هذه هي رسالة أهلنا دارفور، أهلنا في دارفور، للشعب السوداني وللوطن السوداني. الله أكبر. هذه هي رسالة أهل دارفور. الله أكبر. للدولة السودانية ممثلة في الحكومة الشرعية السودانية. الله أكبر. وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان. الله أكبر. وأركان حربه في القوات المسلحة السودانية، وأركان حربه في قوات الكفاح، القوات المشتركة. الله أكبر. وأركان حربه في قوات الشرطة السودانية. هذه هي أخي الرئيس البرهان القائد العام للقوات المسلحة. هذه هي رسالة أهل دارفور للسودانيين، وهذه الرسالة تمتد من هنا، من هذه المنطقة المتواضعة، منطقة كلع. هذه الرسالة تمتد من هنا، من هذه المنطقة المتواضعة، منطقة كلع، هذه البوتقة السودانية التي لا تعمل صنف ولا عنصر، وللذين يتكلمون بلغة العنصر أن يشهدوا ويشهد التاريخ إن هؤلاء هم أهل دارفور، ممثلين في كل قبائلهم في هذه المنطقة المتواضعة. هذه المنطقة المتواضعة منطقة كلا وادي باريه الحلالات المجاورة والقرى المجاورة والدمر المجاور يرسلون رسالة إلى الخارج، إلى العالم، إلى الأمم المتحدة. يرسلون رسالة إلى الخارج، إلى العالم، إلى الأمم المتحدة، إلى المنظمات الدولية، بأننا نحن
شعب دارفور شعب سوداني أصيل. الله أكبر. ونمثل السودان تمثيل حقيقي. الله أكبر. وهذه رسالتنا للذين يتمشدقون ويتكلمون عن عدم استقرار السودان وعن عدم الاستقرار السياسي وعن عدم الاستقرار الأمني وعن عدم الاستقرار الاجتماعي. ها هو الاستقرار الاجتماعي أمامكم، وها هو الاستقرار السياسي أمامكم الذي تمثله حكومة السودان متمثلة في رئيس مجلس السيادة. السودان الوطن الكبير الذي يصنف من أوائل الدول في العالم الثالث، الذي أخذ استقلاله وحريته وأصبح دولة ذات سيادة وأصبح دولة عضو مشترك في الأمم المتحدة. هذا هو السودان. أهلي الكرام، نحن نرسل هذه الرسالة للذين يتشردون خارج البلاد وللذين يتشردون في فنادق